صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن، وفيديو النهارده الجزء الثاني من الفيديو اللي فات، وبنتكلم فيه عن انواع التظليل. والمره اللي فاتت شرحنا عن ايه التهشير البارلر اللي هو المتوازي والكروس، ودخلنا على الكونتور، وهنكمل النهارده الكروس كونتور. روح اتفرجوا على الجزء الاولاني، يعني هيبقى انسب ان هما يبقوا ورا بعض، بس لو مش عايزين او مكسلين عادي، انا بكسل قوي برضو فكملوا بالجزء ده وبعد كده ارجعوا اتفرجوا. كان في حاجه اتشرحت في الجزء الاولاني ما يبقاش ضايع منكم حاجه، انا بقول لكم ومن غير كلام اكتر من كده يلا بينا نبتدي. الكروس كونتور هاتشنج بالظبط زي الكونتور هاتشنج، بس في خطوط تقاطعيه عليه زي الكروس هاتشنج. هقول لكم فين صفحه الشرح. احنا عندنا هنا كونتور هاتشنج صح، اللي هو ده. الكروس كونتور بيخلينا بعد ما نعمل الخطوط المنحنية دي بنرجع نعمل عليها خطوط برضو كونتور او منحنية بكيرفات عشان نغمق الاماكن اللي فيها ظلال. يعني مثلا ده الكروس وده الكونتور. هنا لو هنغمق هنعمل كده، ده خط فاصل والنبي عشان بس لا حد فاهمه غلط. هنا بقى الكروس كونتور مش هنعمل كده، هنعمل كده. ايه المختلف في ده عن ده؟ الفرق ما بين ده وما بين ده ببساطة ان هنا خطوط مستقيمة بينما هنا خطوط منحنية. وفي حاجتين برضو عايزة اقول لكم، ان احنا واحنا بنعمل الخطوط لو انتوا عايزين تخففوه، يعني احنا ممكن نتقل بايدينا كده ونطلع على خفيف، او ان واحنا شغالين بالخط وعايزين نخففه ممكن نعمل خطوط منفصلة كده 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 كده، اللي هو كأن المساحة دي اللي هي هنا اخف من هنا. فاهميني؟ تلاقوني عملتها هنا، لو اخدين بالكم تلاقوا في كأنها نقط منفصلة كده، وهنا برضو في أي حتة فيها إضاءة يعني، وأنا عايزة أخففها خالص. حاجة تانية في الخطوط المنحنية أو في الأجسام المنحنية بناخد بالنا قد إيه الجسم منحني. يعني الورقة دي تمام، لو أنا عملتها كده المستوى اللي أنا طويت بيه الورقة هنا هتلاقيه كبير، فهتلاقوا إن الكيرف ده شديد. بس لو أنا عملتها كده، شايفين كده، لا الكيرف بقى أخف. إيه اللي أنا عايزة أقوله يعني؟ شايفين الكيرف ده أقوى من ده، فهتلاقوا إن خطوط الكونتور هنا متتالية وصغيرة وقصيرة يعني، وهنا أطول عشان تدينا إحساس الكيرف اللي جاي على واسع. أي تكوين إحنا بنرسمه هتلاقوا النوعيتين دول من المنحنيات، فبس نخلي بالنا منها. يلا بينا نعمل الكرة بتاعتها وبعد كده هنرسم لها برضو رسمة. استفندي خلي الكونتور فوق هنا، نعمل تحتيه بقى الكروس كونتور هاتشنج عشان نشوف الفرق. أو برضو علشان نبقى فاكرين. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. اوكي كده احنا خلصنا الكروس كونتور هاتشنج. انا مش عارفه ايه اللي حصل بصراحه، مش حاسه ان هي الطف حاجه. حاسه ان انا عايزه اعمل لوحه تانية بطريقه التظليل دي، لان هي مهمه جدا. انا قلت لكم ان دي والكروس هاتشنج اهم اتنين، هجرب كده اوريكم. Magic, no
never letting go now that I have it with you. When you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em yours. Didn't know what my heartbeat needed. Skipping out, no, I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Oh, you take me higher, you take me higher, baby. You take me higher, you take me higher, baby. You take me higher. دلوقتي خلاص فاضل قليل، متقلقوش. عندنا 3 طرق، ال3 طرق دول يعني التكنيك بتاعهم شبه بعض، هما نفس الفكرة. احنا بنلاحظ بس الظل والنور، بنتقل شوية في الظل، بنخفف في النور، بنمشي على نفس الباترن او نفس النمط بتاع التظليل. اول واحد هو السيركلز او الدوائر، بنبتدي نعمل دواير كده في التظليل، ولو عايزين نغمقهم بنعمل دوائر اكتر. واللي بعديه سكريبل، وهي عبارة عن شخبطة. في فنانين كتير بيستخدموها في رسم البورتريه بالذات، فيها بنقعد نتحرك يعني يمين شمال كده، حاجة مش عارفة، حاسة انها حاجة هتبقى مريحة للأعصاب يعني. وعلى فكرة ال3 دول أنا عمري ما عملتهم قبل كده، عمري ما جربتهم، لسه هنجربهم مع بعض. تالت واحد بقى هو التنقيط، نقعد بقى ننقط ستيبلينج، نقعد نعمل كده 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 كده. لما نبقى عايزين نظلل بنزود نقط. تعالوا يلا بقى نروح نشوفهم كده ورا بعض سريعا، ونرجع على آخر النوع معانا في التظليل، وهو النوع اللي احنا هنعمله. عشان أنا قلت لكم في الأول إن احنا ممكن نبتكر أي نوع تظليل، هنبتكر بقى سوا مع بعض واحد. On the road, but I ain't tripping. Full car. عايزة اقول لكم ان انتوا بتجربوا الانواع دي من التظليل، بالذات ال3 انواع اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي. اشتغلوا بحرية براحتكم، يعني اقعدوا كده، شغلوا مزيكا حلوة جنبكم، شغلوا مسلسل، استمتعوا بوقتكم يعني. وده المهم هنا بصراحة، خليكم حرين كده، انسجموا مع الحاجة اللي انتوا بترسموها. ايه في الاول وفي الاخر لعبة يعني بجد والله انا كنت حاسة ان انا بلعب وانا برسم. ما تكلبشوش نفسكم خالص، بالعكس انا شايفة ان انواع التظليل دي بعد شوية هتبقى انسب طريقة للتعبير عن مزاجكم وعن افكاركم، لانها سهلة وسريعة. Self-inflicted and hope is lost because it puts you away without knowing the cause. Back to first, who's there? I don't care. Don't know what's worse. We're playing so fair. حاجة كمان عايزة أقول لكم عليها، وانتوا شغالين دايما فكروا في ازاي أنا أقدر أستفاد من الأنواع دي كلها، مش بس وأنا برسم بالحبر وبالرصاص. يعني أنا مثلا معظم لوحاتي بالزيت، انتوا بتحبوا تشتغلوا بالألوان المائية، بتحبوا تشتغلوا بالباستل. برضو أنواع التهشير والتنقيط والحاجات الكتير اللي احنا بنعملها دلوقتي دي نقدر نوظفها بأي خامة احنا شغالين فيها. يعني مثلا اللوحة دي أنا شغالة زيت، بس أنا في الباك جراوند حطيت شوية تهشير، وأنا شايفة إن هي لطيفة، ادت مود كده مختلف وحركة مختلفة. أجي وأنا شغالة في الظل أعملها بطريقة التنقيط،
برضو انا شغاله بالزيت عادي جدا. انا شايفه ان ده ممكن يخلي الوحمه مميزه. يعني مثلا برضو شغاله سوفت باستل عند سنتر لايت اللي هو المكان الاضاءه، روح جايه عامله كده شويه خطوط خربشه تدينا افكت مختلف. يعني بحاول افكر معاكم ازاي نقدر نستخدمها او نوظفها في حتت كتير مختلفه. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake اوكي، انا يعني التنقيط ده نقطني والله. انا بجد قعدت انقط. التنقيط ما بيخلصش، هو بطيء قوي يعني. بس بصراحه التنقيط ليه ناسه، يعني بحب ان هي تقعد تعمل كده كتير، بس انا مش ناسه. لا اتشليت والله العظيم اتشليت. وانا بختار الكريزه حتى كمان على اساس ان هي تبقى حاجه صغيره وبسيطه. امال لو انا عملت لوحه كبيره بالتنقيط ايه اللي هيحصل؟ وهتخلص في قد ايه كمان؟ بس بصراحه اكتر واحده عجبتني هو الكريبل الشخبطه. اكتر واحده استمتعت وانا بعملها، اللي هو ايديا مستريحه قوي وهي شغاله، عماله اروح واجي مش قاعده بفكر كتير، فاهميني؟ لا حلو بصراحه، اتبسطت. سهلين والله سهلين. اسمعوا مني. المهم بقى نروح على اخر حاجه معانا. لو اخدتوا بالكم، اظن المفروض تبقوا اخدتوا بالكم في المرحله دي ان هم كلهم شبه بعض، بالذات اللي هم في الاخر خالص، الكونتور او الكروس هاتشنج. ممكن احنا برضو دماغنا عماله تشتغل في الموفمنت او الحركه بتاعه الجسم، المنحنيات وهكذا. بس اول لما بدانا بقى في التنقيط وفي الشخبطه وفي الدوائر وكده، هو نفس الاسطمبه، براعي الظل والنور وفقط. عشان تعمل هاتشنج ليك ببساطه بتختار عنصر، حاجه يعني شكل ايا كان ايه هو، قلب، نجمة. ممكن تعمل حاجة زي كده، حاجات داخلة في بعض. أي حاجة في الدنيا تنفع. ممكن تعمل اسمك، يعني ممكن أعمل سارة، تمام؟ سارة وده يبقى الحتة المظللة، الحتة اللي مش مظللة سارة بعيد عن بعض. بس والله انا قاعده من الصبح فيعني بدات اخرف. ماشي. انا كنت رايحه افتح النور فلقيت قدامي DVD، كنت معلقاهم كده لهاري بوتر. اللي بيتفرج على هاري بوتر هيبقى عارف مين ده، ساحر كده وبيسحر. الموضوع كومبليكيتد اكتر من كده بكتير، بس يعني خلاص والله طاقتي مش قادره. فالمهم يعني ان هو عنده ندبه كده، سكار على ده هنا، ايدي اورتو، تمام؟ وهي عامله كده زي البرق. يلا تعالوا نجرب يعني، مش هنخسر حاجه خالص. وبصوا كمان هنا هحط لكم صوره، هنا هتلاقوا ان هم في كل مساحه ظل حاطين باترن او نمط مختلف، تمام؟ يعني حاولوا تجربوها كده على السريع. بصوا انتوا عندكم مطلق الحريه تعملوا اللي انتوا عايزينه، تذاكروا براحتكم. يعني زي ما انا قلت القيم هي اهم حاجه. انا بظبط تونات، غامق فاتح ايا كان الخطوط نفسها عامله ازاي مش فارقه خالص. بس كده كمل الفيديو بقى. Oh God, damn, you made me feel sweet, and every
if I'm losing my mind? Would you lose yours with me? You make me wanna melt like water in the pan. It's hard to keep my cool, knowing I'm your man. So let's spend some time wasting it away. Your love is like music. هاتي ورقه كده انا اعمل اسامي واحده. اعمل هنا كورتين كده وانا بلعب يعني عشان ما اوسخلكيش دي. لا تعالي اعمليها، تعالي اعملي الباترن بتاعك. ماشي. اوكي كده احنا خلصنا، عملنا كتير قوي كتير، بس هما مهمين وممتعين وسهلين. لو حد اتخض من منظر مثلا ولا حاجه، بجد والله الموضوع مش صعب. عايزاكم تختاروا واحده او 2 او كلهم، او تعملوا انتوا زي ما احنا عملنا في الاخر، وتبداوا ترسموه، تبداوا تعملوا اللوحه بيه وتبعتوا لي. وانا هستناكم. وحاجه كمان تتفرجوا على شغل الفنانين وسكتشاتهم بتاعت زمان، لان هما بيستخدموا الانواع دي من التظليل وشغلهم اكتر من رائع طبعا. وبس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا، استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله. لا حرام عليكم بقى، الفيديو ده طويل وتعبنا فيه من الصبح. يا ريت بقى تعملوا لي لايك وشير وكومنت لو حابين. حصل الموضوع قلب ابتزاز عاطفي شويه، فيعني اعملوا لو حابين. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.